متهمان يتاجرا بالمواد المخدرة بشرم الشيخ. تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء من ضبط متهمان يتاجرا بالمواد المخدرة بمنطقة حي النور. تلقى اللواء مجدي موسى مدير أمن جنوب سيناء اختارا من العميد أحمد فاروق القرن مدير البحث الجنائي بجنوب سيناء يفيد بضبط متهمان يتاجرا بالمواد المخدرة الحشيش. وكانت وردت معلومات للعميد أحمد عبد العزيز مأمور اسم أول شرطة شرم الشيخ بوجود عناصر خارجة عن القانون يتاجرون بالمواد المخدرة، وعلى الفور قامت حملة موسعة من ضباط وأفراد مباحث اسم أول شرطة شرم الشيخ، وتم رصد المتهمين اللذين لاذوا بالفرار. وبعد مطاردة وملاحقتهم تمكنت الحملة من ضبط ألف ميم ميم 27 سنة وعين صاد عين 28 سنة من مواليد الشرقية بتهمة الإتجار، وكان بحوزتهم قرش ونصف حشيش ومبلغ 800 جنيه وسيارة لانوس و2 تليفون محمول يستخدموها في توزيع المواد المخدرة على عملائهم. وتم تحرير محضر رقم 786 لسنة 2016. وتم العرض على المستشار عمر شاهين رئيس النيابة الذي أمر بالتحقيق مع المتهمين بمعرفة المستشار خالد الجهري وكيل النيابة العامة. فأمر المستشار إسلام عيد مدير النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على السيارة.